فاكرين الاتحاد السوفيتي؟ فاكرين قد ايه كان عنده قوة ضخمة جدا وعنده نفوذ وعنده وكان العالم ثنائي القطب. كان في اتنين قوى عظمى في العالم، كان الاتحاد السوفيتي وامريكا، هم اللي كانوا بيتحكموا في كل حاجة في العالم، صح؟ فضل الموضوع دوت لغاية ما انتهت الحرب الباردة بين امريكا وبين الاتحاد السوفيتي، اللي خلص الموضوع في الاخر بتفكيك الاتحاد السوفيتي. النهارده في قوة قوية موجودة في العالم، ولكن العالم دلوقتي له قطب واحد واتجاه واحد وقوة عظمى أولى واحدة وهي أمريكا. أي قوة تانية أمريكا بتتدخل فيها عشان تتصرف وتخليها ماشية بالشكل اللي يناسب لسياستها. كويس. اللي بتعمله الصين قد يكون استعراض للقوة لطيف وشوية حاجات جميلة كده، لكن ده لا يعني ان مش هيخلي امريكا مش مبسوطة منها، وان هي في الاخر تعاقبها على فعلها في الفترة الحالية وعندها ضدها. فهل هتنتصر امريكا ولا الصين هتنتصر في الاخر؟ اعتقد ان امريكا ليها فرص وحظوظ اقوى بكتير في الفترة الحالية بالذات. الصين قوة صناعية رهيبة، لكن مش بنفس قوة أمريكا، مش بنفس نفوذ أمريكا. عندهم طبعا دلوقتي جيش قوي وعندهم حاجات كتيرة طبعا في الصين، وبينتجوا كميات غواصات وحاجات وسفن رهيبة، ولكن لسه أمريكا هي اللي عندها النفوذ الأكبر والقوة الأكثر.